يعني علامه استفهام كبيره جدا على اتحاد الكره المصري. يعني معروف ان مسابقه الكاس هي ملك للاتحاد، ومعروف ان اللي متعاقد على الفار هو اتحاد كره القدم المصري. ويمكن ساعات بيلعبوا الكاس من غير فار عشان يدي فرص للحكام اللي ما عندهاش رخصه الفار او لكنه ده ما يجيش على حساب المسابقه نفسها. طالما انت طبقت الفار، مش معقوله تطبق الفار في الرابطه وما تطبقوش في كاس مصر. مش معقوله تطبق الفار في الدوري ما تطبقوش في كاس مصر. وبالتالي كان الطبيعي والمنطقي ان هو كاس مصر زيه زي الرابطه زي الدوري يتلعب الفار منعا للقيل وللقال. اظن الكلام هنا واضح بنسبه 100%. يعني لو الحكم ما خدش باله بيرجع للفار والقصه بتنتهي. يعني لانه في حالات النهارده فيها شك في ضربات جزاء، فيها شك في طرد ولم تحتسب، وايضا في بعض المباريات الاخرى. يعني فانت الحكام اللي ما خدوش رخصه الفار اعمل لهم يا سيدي دورات، ده اسهل، تعمل لهم دورات وياخدوا رخصه الفار. لكن تغير نظام عشان تلاعب حكام، مع انه الحقيقه في حكام كتيره جدا جدا لعبوا كانوا ممتازين، هقول بالاسماء بعد شويه ان شاء الله اذا اتيحت الفرصه. يعني لكنه ما ينفعش، الحقيقه امر ما ينفعش، لابد من الفار في كل المسابقات. عندك الفار يبقى في الدوري، يبقى في الكاس، يبقى في الرابطه، وتشيل عن دماغك كل وجع القلب وكل وجع الدماغ. لان الحكام بيوفقوا في صفاره ولا يوفقوا في صفاره، بيوفق في كارت ولا يوفق في كارت، بيبقى نفس الحكم وبتبقى نفس اللعبه او لعبه اقل شويه، يديها هنا كارت اصفر وهنا ما يديش كارت اصفر، يديها هنا كارت احمر ما يديهاش هنا كارت احمر، وبتبقى اقل بكتير جدا جدا جدا. فلما يكون عندي الفار هتبقى المهمه سهله، لعبه باينه انها مثلا فيها شك ضربه جزاء فما بيرجعش الحاجه لانه ما عندوش فار. لكن لو في فار هيقول له تعالى، هيرجعه يشوف بنالتي ولا مش بنالتي، طرد ولا مش طرد. في لعبات كتيره جدا بيتوقف عليها مصير فرق. ما يهمنيش بقى فريق صغير ولا فريق كبير، فريق صغير يكمل، فريق صغير يخرج، فريق كبير يكمل، فريق كبير يخرج، دي مش قضيتي. انا قضيتي العداله. فانت بتغيب العداله عامدا متعمدا. يعني انت هتجي لي مثلا تقول لي ايه، لا ما هو من الدور الجاي من ال 16 بالفار، طب وما كانش ليه في ال 32؟ هو ليه هو بروكسي ده فريق قليل، ولا السكه الحديد ده فريق قليل، ولا منتخب السويس ده فريق قليل، ولا اي فريق بيلعب مجرد انه صعد لهذا الدور يبقى له كل الاحترام، مجرد انه كافح ووصل للدور ده يبقى له كل الاحترام، يبقى ياخد حقه من العداله. لكن انت هتمشيها بقى ايه على مزاجي؟ لا مش على مزاجك. معلش، ما انا عايز ادي الفرصه للحكام، انت ادي للحكام الدورات وادي للحكام الرخص عشان الدنيا تمشي بشكل كويس. ده الهدف اللي هم عشانه ما بيلعبوش بالفار. بس انت لعبت رابطه بالفار، ما ينفعش.